اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده على قناتنا جديد سبورتس. طبعا زي ما عودنا حضراتكم ان احنا ان شاء الله هنتكلم عن تحليل مباراه النادي الاهلي وطلائع الجيش في الدوري العام الممتاز، وهنتكلم ان شاء الله باذن الله عن توقعاتنا لدور 16 لكاس العالم. خلينا نبدا على حضراتكم ان شاء الله ما نطولش ونبدا في تحليل مباراه النادي الاهلي. يلا بينا. اول حاجه خلينا نبدا بتشكيل الفريق النادي الاهلي وتكتيك اللاعب بيه، ونتكلم ان شاء الله فنيا زي ما وعدنا حضراتكم على البورد وبالشكل الفني بالفيديوهات علشان يوصلك المعلومه وانا بشرحها على البورد تقدر تشوفها في الواقع في المباراه. اول حاجه النادي الاهلي لعب 4-2-3-1، لعب بيه في حراسه المرمى بمحمد الشناوي، لعب باثنين سرد باكات مرامي ربيعه وياسر ابراهيم، لعب باك يمين اكرم توفيق وباك شمال محمد اشرف، لعب باثنين ديفندرات هما عمرو السوليه واليو ديانج، لعب بثلاثه صناع لعب هما في النص برامو سافيو، وعلى الشمال عبد القادر، وعلى اليمين بكريم فؤاد، ولعب قدام بمحمد الشريف. بدايه كده خلينا نقول ونشرح لحضراتكم ان طلائع الجيش في التكتيك اللي لعب بيه على النادي الاهلي هو لعب بيه رامي ربيع، لعب ان هو كان بيلعب اول حاجه بيلعب كهجوم متقدم بيقابل من قدام، تاني حاجه كان رامي الفرقه كلها ناحيه اليمين على اكرم توفيق، عشان الناس كلها كانت مستغربه ان ليه اكرم توفيق كان وحش جدا النهارده، ليه كان سيء جدا في المباراه، لان كان طلائع الجيش كله مرمي على اكرم توفيق وبيلعب في ظهره، انهم عارفين ان هو في الناحيه الهجوميه مش هيقدر يسد معاهم. ثالث نقطه اتكلم مع حضراتكم ان برامو سافيو كان ممتاز في التغطيه صانع لعب وبيعمل تمريرات صحيحه جدا لقدام، برغم ان كان في عدد كبير من التمريرات اللي حضراتكم لاحظتوها انها مش جيده ليه، ولكن هو كان دوره كصانع لعب هو ممتاز جدا في الحته دي، وانا بحيي كولر ان هو قدر يوظفه الجزئيه دي بدل الباك الشمال او الجناح الشمال. عدم التغطيه في النادي الاهلي في خط الدفاع ان هو كان من الشناوي كان سبب الجون الاول، ان النادي الاهلي كان بيلعب بدفاع متقدم وكان مش بيلعب على تسلل، فهو عمل لخبطه، فبالتالي الشناوي ما قدرش ان هو يعمل تغطيه هجوميه او عفوا تغطيه في ورا الدفاع بصوره صحيحه، وبالتالي سبب الجون. خلينا نتكلم حضراتكم على ثلاث جزئيات دول في البورد ونرجع نكمل الملاحظات. ان اول حاجه ان احنا قلنا ان طلائع الجيش كان بيلعب ب3-4-3 زي ما حضراتكم شايفين، كان في اكرم توفيق بيلعب هنا كباك يمين، كان كل فرقه طلائع الجيش بتهاجم على اكرم توفيق، وفي ثلاثي بيلعب واحد بيلعب في ظهره الجناح الشمال والباك الشمال من قدام ومن الناحيه الثانيه اللي هو صانع اللعب، فبالتالي كان في هنا جاب كبير جدا او ضغط شديد جدا امبريس على اكرم توفيق بصوره كبيره جدا، وبالتالي كانت ملاحظه ان هو سيء في المباراه. دي اول ملاحظه فنيه نتكلم مع حضراتكم فيها. تاني حاجه الجزئيه اللي كان فيها عن برامو سافيو اللي هو كان بيلعب كصانع لعب، كان بيلعب فيه ان هو اداء محوري، بيلعب في نص وسط الملعب كصانع لعب، وكان عبد القادر بيجي معاه بيمين، وكان بيمين معاه هنا اكرم كريم فؤاد. وهنتكلم عن الجزئيه دي قدام ان النادي الاهلي قدر يخلي الثلاثه صناع لعب يميلوا في العمق بحيث يخترقوا، وده اللي جه منه الجون الاول لما عبد القادر ضم لجوه وبالتالي احرز الهدف الاول. تمام، ده الجزئيه بتاع برامو سافيو. ثالث حاجه احنا كمان ان الشناوي عمل غلطه كبيره جدا، النادي الاهلي كان في مشكله النادي الاهلي كان بيواجهها ان هو كان بيلعب ضغط من قدام، بيلعب دفاع متقدم وانت اصلا مش بتلعب على المصيده، ففي حصل خلل، وبالتالي عمل جاب كبير جدا هنا خلى ان نادي طلائع الجيش يستغله في الهدف الاول. تمام، ده بالنسبه شرحنا على البورد على الثلاث جزئيات دول. نكمل مع حضراتكم باقي الملاحظات اللي احنا لاحظناها في المباراه، احنا هنحللها تكتيكيا بحيث اوضح لك كل مباراه كانت ماشيه ازاي. بعد كده ان طلائع الجيش كان بيأمن من فوق زي ما قلنا لحضراتكم، وبيقابل النادي الاهلي من قدام على طول وبيلعب ضغط متقدم، امبريس متقدم ومش مدي النادي الاهلي فرصه في التحضير الصحيح للكوره، بالتالي الاهلي كان عنده خلل وبالتالي ادى لوجود هدف في النادي الاهلي في خط ظهره. بعد كده طلائع الجيش كان تراجع لورا ولعب ب5 مدافعين، كان بيلعب ب5 بحيث يامن ويقفل بالباكات محمد يوسف، ولكن النادي الاهلي زي ما قلنا لحضراتكم عشان نحل هذه الجزئيه ان يكون قدامك فرقه بتلعب ب5 فانت بالتالي بتخش في العمق، وده اللي احنا هنوضحه لحضراتكم دلوقتي على البورد. في غلطه النادي الاهلي واقف في دفاع متقدم، طبعا ما شرحناها لحضراتكم، اللي هو بيلعب بدفاع متقدم وكان بيلعب على مصيده التسلل وانت اصلا مش محضر لكده، وبالتالي عملت جاب كبير بين الشناوي وبين خط الدفاع، عمل الجاب اللي اتلعب في ظهره النادي الاهلي الكره المرتده وجه منها الهدف الاول. الحل بقى النهائي النادي الاهلي رجع طبعا لضم الاجنحه لجوه وضم الباكات لجوه، لعب اختراق من العمق ودي الهدف الاول من كده، فانت بالتالي بتقفل من الباكات عشان تخش لك من العمق وانت مش محضر لكده، وده اللي قدر يلعب عليه كولر. وملاحظه مهمه جدا ممتازه من كولر ان هو قدر يغلط طلائع الجيش ويخترق من العمق ويجيب اللي هو عايزه.
طبعا زي ما شرحنا لحضراتكم، عايزين بس نتكلم عن جزئيه ان النادي الاهلي لعب من عمق، ان هو في الجون الاول في الاخر النادي الاهلي بقى لما غلب خلاص بقى لقى نفسه مغلوب والماتش بيهرب منه، ضم بقى الثلاثه صناع اللعب دول. خلينا نتكلم مع حضراتكم اهو، ادي الديفندرات اهي بتاعتنا وادي صناع اللعب. النادي الاهلي ضم الثلاثه، خلى جوه محمد شريف ثابت، خلى كريم فؤاد ومين براسافيو ومين هنا تاني عندك عبد القادر، يضموا ثلاثه العمق ويفتح الاجنحه تبقى معاهم تمام، ويخلي محمد شريف يضم، وواحد من الديفندرات كان ثابت ديانج وكان بيزيد السوليه، فبالتالي عملت هنا زي ثلاثي او خماسي، ادي 1 2 3 4 5 6 7 سباعي نقدر نقول جوه منطقه النادي طلائع الجيش. وبالتالي الاهلي قدر بصوره كبيره جدا يضغط طلائع الجيش ويكسب ويرجع في المباراه ويتقدم وينهي على المباراه. ده التكتيك اللي خلى كولر يتقدم ويكسب عن طلائع الجيش، وانا احيي جدا بصراحه ان هو قدر يخلي النادي الاهلي من فرقه قدامه مقفوله ومش قادر يخترقها لفرقه بكل سهوله يقدر يخلص عليها في المباراه. كده يبقى احنا شرحنا مع حضراتكم الناحيه الفنيه والتكتيكيه للمباراه، وازاي النادي الاهلي قدر يرجع من تاخره بهدف للعوده ثم المكسب في صوره بسيطه جدا وتحليل بسيط جدا للمباراه وشرحنا الفني والتكتيكي ليها. وبكده نكون وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقتنا. لو عجبتك الحلقه مش تعمل لك سبسكرايب للقناه ودعم صفحتنا على البيج على الفيسبوك باسم القناه وعلى التيك توك باسم محمد جد الله. كان معكم اليوم محمد جد الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.